السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اخواتاتي في قناتي حيزية كوك. ان شاء الله تكونوا انتم بخير. اليوم حبيت نشارك معاكم وصفة الطاكوس الجراتيني. طاكوس جراتيني رائع في الفرن بحشو طري. راح نحشوه بصلصة الجبن واسكالوب راح نديروه معاكم. راح يجي مشرب من الداخل ويجينا طري، خصيصا للناس اللي ما يحبوش الطاكوس الناشف هذاك. اول شي راح نبداو بالدجاج تاعنا. شوفي، اللي عندها صدر تاع دجاج دير صدر دجاج، اللي عندها سكالوب دير سكالوب، اللي توفر لك اختي. ديري مغرفه تاع ملح، مغرفه تاع توابل الشاورما، مغرفه تاع صغيره تاع فلفل احمر حلو، مغرفه صغيره تاع فلفل كحل، ومغرفه تاع زنجبيل، وشويه زعيتره نحكوها بين يدينا، ومغرفه صغيره تاع كيري. وهنايا درت مغرفة كبيرة معمرة تاع خل. كيما على بالنا الخل يخلي الدجاج تاعنا يجي طري. نخلو هذاك الدجاج تاعنا يتشرب مليح هذوك التوابل، من بعد نديرو مقله فوق النار ونخلوها تسخن، ونديرو فيها هذاك الدجاج تاعنا اللي خليناه تمارينا مليح ويشرب مليح هذيك التوابل تاعو، ونخلوه فوق النار. وغير نشوفوه بدا يطيب نبداو نحركو فيه، نقلبوه، نقلبوه غير التقليبه الاولى، ومن بعد نرجع نزيد له حبه تاع بصل، نقطعو حبه تاع بصل وزوج فصوصه تاع ثوم. هنا نقطع زوج فصوصه تاع ثوم، راح يزيد هذاك البصل وهذا الثوم، رايحين نزيدوا لواحد البنه لهذاك السكالوب تاعنا. ما تتصوروش شحال يزيدوا له بنه هايله. راح تحسوا راح تذوقوا فيها ذوق الشاورما. نقطعوا هكا هذاك البصل تاعنا، انا استعملت البصل هذا طويل، اللي ما عندش هذا طويل تستعمل البصل تاع الحبه عادي. نقطعهم كامل، وقطعت الثوم تاعي دوائر ثانيك، ونضيفهم لهذاك السكالوب تاعي ونخليهم يزيدوا يطيبوا معاه، وراح يتشرب كامل هذيك البنه تاعهم. هنا السكالوب تاعي راه وجد، نحيه من فوق النار، ونعاود نرجع نوجد صلصه الجبن تاعي. صلصه الجبن تاعي واش نحتاج؟ العبر، نحتاج عبر تاع كريم فريش سائل، وعبر تاع جبن يكون موتزاريلا وشيدار، ولا غرويير ولا اي، شوفوا الجبن اللي يتوفر لكم خواتاتي. المهم يكون عبار تاع كريم فريش بعبر تاع جبن اي نوع يتوفر عندك. انا هنا درت الموتزاريلا والشيدار وانتي وشي اللي يتوفر لك، نديروهم مع بعض مع ديك الكريم فريش ونديروهم فوق، ونحركوا هذيك لاكريم تاعنا حتى اللي نشوفوا الجبن تاعنا كامل ذاب وبدات تثقل. نطفوا عليها النار ونحطوها بجيه، ونرجع نوجدوا الطاكوس تاعنا. انا هنا البنات عندي خبز التورتيلا، انا شيتو جاهز، اللي تحب ديرو في الدار ديرو، كل واحد والمقدور تاعو. عندي هنا ذلك جبن طاري، ندير مغرفه تاع جبن طاري نمشيها كامل على هذاك الخبز تاعي للوجه. اللي يحب يدير المايونيز ما يديرش الجبن يدير المايونيز، اللي يحب يدير صوص ميزون يدير صوص ميزون، اللي يحب اي شيء يحب يضيفه. من بعد درت لي فريت، انا كنت قريت فيها فريت، نزيدو نديرو هذاك السكالوب تاعنا فوق الفريت، ونديرو فوقهم كامل هذيك الصلصه تاع الجبن اللي درناها من قبيله، ونزيد لها زدت لهم شويه جبن انا كاضافه، اللي ما يحبش يزيدو ما يزيدوش. بالنسبه لهذه صلصه الجبن كيما على بالنا لي فريت يجو ناشفين والسكالوب يجي ناشف، هذه صلصه الجبن راح تخلي الحشو تاعنا يجينا طري وبنين بزاف. هايله صدقوني هايله. انا نحب ندير هذه صلصه الجبن نضيفها حتى في المقارون، نديرها في الكوشه بزاف نستعملها. هنا راني زدت درت لكم حبه واحده اخرى باش تشوفوني كيفاش راني نسقم فيه. نديرو هذيك لاصوص تاعنا، نضيفو الجبن اللي يحب يضيف الجبن، ونشكل الطاكوس تاعي هكا. شكلوها بزاف بزاف سهله ومش متش الوقت. وهذا هنا شكلتهم كامل درتهم كامل في صينيه الفرن، وراح نطلع على الوجه تاعهم هذيك صلصه الجبن اللي درناها من قبيل،
راح ندير لهم كاع شويه على الوجه، باسكو قلت لكم هذه طاكوس غراتيني. اللي ما يحبش يديرو في الفرن يديرو غير يشكل الطاكوس تاعو، يديرو في الطاجين ولا في البانينوز ولا في المقله، كل واحد واش يتوفر له. وانا هنا درتو غراتيني في الفرن. من بعد ما درتلو على الوجه تاعو كامل هذيك صلصة الجبن، زدت درتلو جبن اللي خاص بالبرجر. هذا الجبن زدته كإضافة باش يعطيني واحد اللون شباب بزاف للطاكوس تاعي. وها هو الطاكوس تاعي ندخلو للفرن نشعله من الفوق، وغير نشوفوه الدلوج تاعو هذيك التحميره شابه نحيه. وهذا الشكل النهائي تاعو البنات بزاف هايل ويجي بزاف بنين ويحبوه الافراد العائله، سكو حاجه نقيه مخدومه في الدار وصدقوني ذوق كيما اللي نذوقوهم برا. يجي من داخل الطري، الحشو تاعو بزاف بنين. جربوه ان شاء الله يعجبكم ويعجب العائله تاعكم. ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه حزية كوك. سلام.